ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوفوا القناه اسمي سنة، لايك وشير وسبسكرايب. النهارده هنعمل وصفه حلوه دي لعشاق الباذنجان. يجمعوا هنا عندي ويشوفوا الوصفه الحلوه دي. ما اقولكيش على الطعم والريحه خطيره. تعال بدل ما اقولك الحلويات دي اتعملت ازاي، تعال ندخل في الفيديو على طول ونشوف الباذنجان الحلو ده اتعمل ازاي ولعشاق الباذنجان. يلا بينا يا ست الكل. معاي 2 باذنجان قطعتها الهندية الخضراء دي، مش محتاجينها، الكمية اللي انتي تحبيها. تمام. فانا اول حاجة حطيت الباذنجان، مش هنقطعه رفيع خالص ولا تخين خالص، شايفة كده كويسة. وانا هجيب بولة هحطهم فيهم وهكمل الكمية كلها ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. بعد ما قطعت الباذنجان بتاعي ميه من الحنفيه عادي، نغطيه الباذنجان كله ونحط ملح ونركنه على جنب عشان يطلع المراره بتاعته. وبعد ما حطيت الميه عايزه حاجه اضغطه، انا ما عنديش حاجه، فهجيب علب البلاستيك دي واضغطه ونركنه كده على جنب ونشوف هنعمل ايه. ادي كده ست الكل. هنجيب طوه بتاعتنا او حله او وok، نحط شويه زيت. وانا فرمت بصله على ايديا، ممكن تفرميها في الكبه عادي يعني. خلي الزيت يسخن. الزيت سخن كده معايا، نجيب لحمة، أي كمية لحمة. أنا هحط البهارات بتاعتي. ده بهار تركي ملعقة صغيرة. طبعا أنا الكمية مش كتيرة فمستعملة الملعقة بتاعتي الشاي التركي، ودي ربع ملعقة من الكمون، ودي نص ملعقة صغيرة من الكزبرة، وجنزبيل لو متاح ربع ملعقة، نص ملعقة فلفل أسود، ونص ملعقة 7 بهارات، والملح على ذوقك، وده فصين توم مهروسين. بعد ما اتشوحت كده يا ست الكل، ممكن تحطي فلفل الوان، انا ما عنديش غير اخضر. وانا عملت 2 طماطم في الكبه حطها، بس لونها مش حلو. انا هحط ملعقه كبيره برضو من معجون الطماطم. هنخلي اللحمه بتاعتنا الحلوه دي تتسبك. هنا هحط لها ميه يا ست الكل، ونظبط الملح كالعاده. ولو محتاجه شايفاها محتاجه صلصه، تزودي لها ملعقه تاني ونغطي عليها وخلاص. هنا يا ست الكل انا ظبطت الملح، كانت محتاجه شويه وحطيت شويه صلصه، وهنخليها على نار هاديه لغايه لما تتسبك ونشوف مع بعض هنعمل ايه. وادي كده يا ست الكل بعد ما شدنا الباذنجان بتاعنا المويه بقت سودا، فانا همشي اصفيه ونيجي ننشفه مع بعض ونشوف هنعمل ايه. وادي كده يا ست الكل ننشفه الميه كده اهو، نحطه في الصواني بتاعتنا. انا حطيت ورق زبده على الصواني بتاعتي، فتحت الفرن على 180. وادي كده يا ست الكل بعد ما رصرصت الباذنجان على الصواني بتاعتي، ده نص كوبايه من الزيت، وعايزين ملعقه صغيره من الاورجانو، لو ما عندكيش حطي زعتر، ونص ملعقه صغيره من الفلفل، ونص ملعقه صغيره من الملح. ودي لو ما عندكيش البهار التركي حطي بابريكا. نحط الحاجات الحلوه دي مع بعض ونقلبها. انا هنا هزود بابريكا عشان اللون تبقى احمر. شايفه كده يا ست الكل، دي هنعمل بيها الباذنجان بتاعنا. وادي كده يا ست الكل زي ما شايفه كده اهو، ده الباذنجان بتاعنا. نعمله كده. عملت الطريقه دي هيطلع خرافي الباذنجان، ممكن يتاكل من دون لحمه. وانا هدخله الفرن على 180، بس هقعد اقلبه، وكل ما نحتاج زيت له تاني يعني. دي النص كوبايه دي كفايه للباذنجان بتاع الاتنين. نقلبه الناحيه التانيه ونكرر نفس العمليه. نخلص الصينيه التانيه نفس الطريقه، واثناء هو في الفرن نفتح الفرن ونقلبه على الجهه التانيه ونحط له زيت كويس. اشوفكم لما نطلع. ادي كده يا ست الكل انا طلعتها من الفرن. هعمل لها زي ما قلت لك، يعني انا قاعده في المطبخ ما روحتش اي حته، مراقبه الباذنجان ما يتحرقش. فكل صينيه اطلعها وادهنها كده واقلبها على الناحيه التانيه. حبيت اوريكي يعني كده، وندهنه ونكرر كده لغايه لما يطيب معانا يستوي خالص. بس بعد كده هدخلها الفرن. وعايزه اوريك يا ست الكل ان اللحمه بتاعتنا زي ما شايفه استوت معانا حلو كده. فكل حاجه جاهزه، الباذنجان بتاعنا يطيب ونشوف هنعمل الوصفه الخطيره دي ازاي. ادي كده يا ست الكل معانا الاسود بتاعنا الباذنجان زي ما شايفاه طاب. وهنحط اللحمه بتاعتنا اللي عصجناها، نجيب موزاريلا تشيز نحط عليها برضو، وبعد كده نجيب باذنجان ونكرر كده لغايه لما مثلا تعمليها 3 طبقات او طبقتين على حسب ما انتي بتحبي يعني عايزه. برضو موزاريلا تشيز تحفه فنيه مش كده. اجيب واحده كده اهو، وانا هنا خلاص هكتفي كده، وهحط موزاريلا تشيز عليها، واحط شويه فلفل اصفر او احمر، انا ما عنديش احمر فهحط فلفل اصفر وبقدونس. نكرر اللي عملناه تاني
انا بصراحه ما كنتش عارفه ان انا هعمل الاكله دي، كنت على اساس هعمل مسكعه عادي يعني، عشان كده جبتهم اتنين، ما بعملش مسكعه كتير، بس لقيت الوصفه دي قلت اجربها معكم. هنكرر كده لغايه لما نخلص المية كلها بتاعتنا، على حسب طبعا الكميه، انا اتنين بس، فما طلعوش كتير لاني زي ما قلت لك ما كنتش عارفه ان انا هعمل الوصفه دي. وادي كده يا ستي الكل، الصينيه بتاعتنا جاهزه، هحطها في الفرن، اصلا هي الفرن شغاله على 180، الجبنه تسيح كده وتنح في بعض، بعد كده ناجي ندوب مع بعض. وادي كده يا ستي الكل معانا البتنجان بتاعنا جاهز، تحفه فنيه بصراحه يعني. نقطع كده او غرقانه في الجبنه حتى اول مره انا اعصج اللحمه بالطريقه دي. ادي كده يا ستي الكل. بصراحه الوصفه دي انا شفتها بدري، كنت نفسي اجربها وبنسى وتيجي تاني وانسى، فقلت خلاص يا بت ما اعمل مسكعه، الواحد خلاص يعني زهج يعمل حاجه جديده، فانا عملتها الطريقه دي. بصراحه طعمها حلو، حتى التعصيجه بتاعت اللحمه انا عادي ما بحط لها جنزبيل وكمون وكزبره، بس حطيت ادت طعم حلو. فادي دي يا ست الكل، دي كانت الوصفه بتاعت النهارده. اتمنى لو الوصفه عجبتك اكتبيلي في كومنت حلو، هل انت بتجربي اي وصفه من الوصفات بتاعتي ولا لا؟ لغايه لما تيجي في فيديو جديد ان شاء الله.